السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ الماسة. النهاردة هنعمل مع بعض آخر حاجة في نواعم العيد، طبعا ملك النواعم الكحك. هنعمله بطريقة سهلة وإن شاء الله هتنجح معاكي. تابعي معايا الفيديو للآخر، واللي لسه لأول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك والشير ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين. هنبدأ هوريكم دلوقتي قد ايه الكحك بتاعي لونه حلو جدا. في التسوية بتاعته قد ايه دايب، مجرد ما بتضغطي عليه ما شاء الله ما شاء الله بيدوب معاكي. صدقيني الطريقة دي هتعجبك جدا، جربيها وقولي لي رأيكم فيها ايه. يلا نبدأ المقادير، وتابعي معايا الفيديو للآخر. ما تتفرجيش على الأول وبعدين تخرجي، لا تابعي الفيديو هتعرفي تكات تنجح معاكي الكحك. بسم الله. اول حاجة معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، او تستخدمي دقيق مخصص للكحك والبسكوت. معانا دول 500 جرام من السمنة. معانا تلتين كوباية من الحليب. معانا معلقتين من اللبن البودر، ممكن حليب وممكن لبن، يعني ده او ده. معلقتين من اللبن البودر. معلقتين من السكر البودر. معانا معلقة صغيرة من ريحة الكحك البودر، دي بهارات بتجيبيها من عند العطار. معانا كمان ذرة من الملح. دي ريحة السمنة البلدي بنجيبها برضو من عند العطار. 4 معالق من السمسم. دول معلقتين الا ربع من البيكنج باودر او ظرف بيكنج باودر، وده ظرف من الخميرة. اول حاجة هنعملها هنجهز مع بعض الملبن، دي اول حاجة ونركنها على جنب. دول نص كيلو من الملبن، هنحط عليهم معلقة من السمنة البلدي ومعلقة من السمسم. بنحط السمنة البلدي عشان الملبن ما ينشفش معاكي جوه الكحكاية. مجرد ما تفتحي الكحك زي ما انتوا شايفين، لما فتحته كده تلاقي الملبن طري جدا. هنحط معلقة السمنة البلدي ونعجن فيهم. اللي جرب نواعم العيد بطريقتي يبعت لي التطبيقات بتاعته ويقول لي رأيه فيها ايه. هنبدأ نكور دلوقتي ال- الملبن. الكورة تقريبا حوالي 7 جرام. حابة تصغري عن كده حسب حجم الكحكاية بتاعتك اصلا. انا ليه بكور الملبن في الاول؟ اولا ما تيجي تحشي بقى ما بياخدش منك وقت، يكون جاهز على طول على ان انت تحشيه. هنضيف كل المكونات الجافة دلوقتي على الدقيق. ده البيكنج باودر، لبن البودر، ريحة الكحك وذرة الملح. دول السكر، بس هشيل منهم معلقة عشان ادوبهم مع الخميرة والحليب بالشكل ده. هنبدأ نقلب كل المكونات دي في بعضها. هنحط السمسم، بس هقول لكم هنحط السمسم امتى. الخطوة بتاعت السمسم دي هتعجبكم جدا. هنقلب كل المكونات الجافة مع بعضها. دول تلتين من كوباية من الحليب. هنضيف عليهم معلقة السكر البودر اللي احنا شلناها، وهنضيف عليها كمان الخميرة ونسيبها تتخمر عما نكمل بقية العجين. هندوبها كويس ونركنها على جنب. جبنا حلة او كزرولة نحط فيها ربع كمية السمنة بتاعتنا او نص كمية السمنة بتاعتنا. الخطوة دي حلوة جدا. انا هعمل الكحك بتاعي على السخن والبارد الاتنين مع بعض. هنرفع الحلة على النار ونفضل سايبين السمنة بتاعتنا لحد ما تقدح، تسخن جدا وتقدح بالشكل ده. هننزل عليها بالسمسم. السمسم هنا بتحمص من غير ما تحمصيه لوحده، لا بتحمص جوه السمنه، بس خدي بالك منه، هي دقيقه واحده او ثانيه عشان ما يتحرقش منك، وارفعي من على النار على طول.
هنبدأ دلوقتي نفتح فتحة في نص الدقيق وننزل بالسمنة بتاعتنا. بس اوعي تحطي ايدك في الدقيق دلوقتي، لان السمنة بتبقى سخنة جدا ولا قدر الله ممكن تتحرقي. ممكن تستعملي معلقة خشب وتقلبي بيها، هيبقى افضل. بس انا هسيبه شوية يبرد شوية، وبعد كده هبدأ بس في الدقيق. في نفس الحلة دي بتبقى سخنة اصلا، هننزل بكمية السمنة الباقية، هتفك معانا بالشكل ده. ما تنسينيش باللايك، انزلي اللي بيتفرج على الفيديو ونسى يحط لايك ينزل يحط لي لايك. قولولي بتتابعوني من اي بلد. كده ضفنا بقية السمنة في الحلة، هنسيبها تفك ونبدأ نقلب السمنة بتاعتنا في الدقيق. جمال الكحك بالسمنة البلدي يا جماعة، دي سمنة بلدي بقري. هنبدأ نقلب. في خطوة ريحة السمنة البلدي انا ما صورتهاش، هنضيفها واحنا بنبس. هنقلب كويس جدا. انا في خطوة هعملها، ان انا مش هضيف بقية كمية السمنة كلها، لان احنا لما بنيجي نضيف اللبن بينشف لنا العجينة، فممكن انت لسه مش عارفة الدقيق بتاعك هيمتص المواد الدهنية قد ايه. هسيب جزء من السمنة بتاعتنا ولحد ما نضيف اللبن والحليب والخميرة. هنضيف بقى السمنة الباقية، هنسيب حوالي ربع كوباية من السمنة، هحتاجهم دلوقتي. هنبدأ نبس بقى في العجينة. الخطوة دي مهمة جدا جدا جدا، مش ما تستغنيش عنها، دي اللي بتنجح معاكي الكحك. لازم تخدميه كويس وتبسيه كويس ربع ساعة، مش اقل من ربع ساعة يا جماعة. صدقيني ظبطت الساعة بتاعتك ربع ساعة بالظبط. افضلي بس في العجين لحد ما كل حبة من الدقيق تتشرب من السمنة بالشكل ده. اتقني خالص وانت بتعمليها، ما تبقيش مستعجلة. ده ده هيبقى شكل العجينة بتاعتنا بعد ما نبسها. هنبدأ ننزل دلوقتي بالحليب والخميرة. ما شاء الله الخميرة بتاعتي كانت نقلتها في كوباية تانية، لان ما شاء الله كانت طلعت لحد اخر الكوباية. هنبدأ نقلب العجين بتاع الكحك يا جماعة، ما بتعجنش، يا دوب بنقلب بس نخفي منه الحليب. هننزل بالحليب واحدة واحدة والخميرة بالشكل ده. عما نخلص دي العجينة بتاعتنا بس لسه مفرولة زي ما انتم شايفين، انا عايزاها عجينة ناعمة وطرية. هنبدأ نضيف كمية السمنة اللي احنا سايبينها، وهنضيف عليها كمان حوالي 3 معالق او 4 معالق من السمنة. يعني هو تقريبا التوتال كله بتاع السمنة اللي احنا خدناها ممكن 550 او 600 لحاجة بسيطة جدا. ده هيطلع معاكي الكحك بتاعك دايب دوب بأمانة، عن تجربة بقالي بعمله على طول بالطريقة دي، بيطلع معايا تحفة. كده العجينة بتاعتنا خلاص خلصت. هنبدأ نعمل لها تيست عشان نعرف اذا كانت العجينة بتاعتنا ناجحة ولا لا. هنبدأ نكورها ونضغط عليها بصبعنا، طالما ما شقتش اعرفي كده ان العجينة بتاعتك ناجحة. تاني زي ما انتم شايفين العجينة ما شاء الله ما فيهاش تشققات خالص. العجينة لو هقولها، العجينة لو مفرولة منك وحاسة ان هي مش بتشقق، ضيفي لها معلقتين من السمنة ان شاء الله هتظبط معاكي بالشكل ده. زي ما انتم شايفين مش مشققة خالص. هنبدأ دلوقتي نشكل الكحك بتاعنا. هنعمله على شكل تجويف كده، نجيب قطعة عجين نعملها على شكل تجويف، هنجوفها وبعد كده هنضيف الملبن بتاعنا ونقفل عليها كويس جدا، ونبدأ نعملها بين ايدينا، نكورها كورة. وبالبصامة هنعملها، احنا هنعمل النهاردة بالبصامة والمنقاش.
جبت كام منقاش بامانه بينتشوا في العجين ومش حلو خالص، لحد ما جبت اللي هو المنقاش الاخير ده. هعمل معاك واحده كمان بصباعك زي الكوبيبه الشامي بالظبط، عشان جدران الكحكه بتاعتك تبقى متساويه. هنحط فيها الملبن. تكوير الملبن في الاول سهل عليكي الدنيا، يا دوب هتعملي وتحطي الملبن وخلصت الدنيا على كده. هنبدأ هنعمل بالبصمة، وبعد كده هنعمل بالمنقاش كمان من الجوانب بالشكل ده، على الطرف بس بتاع الكحكة. النقشة دي بقى ترجع لك انتي حسب ما انتي عايزة اعملي النقشة بتاعتك. ده شكل الكحكة. هنكمل كل الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة. ده شكل الصواني بتاعتنا كلها بعد ما خلصناها، ما شاء الله اللهم بارك، عمل معانا كمية كويسة جدا. هنبدأ دلوقتي. احنا مشغلين الفرن على درجة، ده الشكل الاولاني وده شكل البصمة بس. احنا مشغلين الفرن دلوقتي على درجة حرارة 160 حسب الفرن بتاعك. انا بشغل من فوق ومن تحت، انا فرني بيشتغل من فوق ومن تحت، فبشغل من فوق ومن تحت عشان يسوي معايا الكحك. هيقعد معاكي في الفرن حسب حرارة فرنك عموما يعني. انا مش هقدر احدد لك مدة معينة عشان الفرن بتاع كل واحد فرن مختلف في درجة الحرارة. الكحك ما بتخمرش يا جماعه، دي معلومه مهمه جدا. انا يا دوب خلصت العجينه، عجنتها زي ما انتم شايفين وعلى طول شكلتها، ما استنيتش عليها تخمر. انتي اصلا عما بتخلصي الصواني بتاعتك بتكون دخلت في نسبه من التخمير، او خدت مده من التخمير بتاعها وبتكمل تخميرها جوه في الفرن اصلا. وبكده ده شكل الكحك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. شايفين اللهم بارك الجمال. كيلو الدقيق بيطلع معانا 2 كيلو، ده طالع معايا 2 كيلو وربع بالظبط. شكله حلو جدا، طعمه ما شاء الله تحفة. عايزة اوريكم قد ايه الكحكاية لونها حلو قوي. افتح لكم ده لونها من تحت، اللون من تحت زي لونها من فوق. انا ما بحبوش لونه غامق يا جماعة. شايفين مجرد ما ضغطت عليها اصلا الكحكة اللهم بارك اتكسرت معانا، والملبن ما شاء الله زي ما انتم شايفين طري جدا من جوه. وده الفيديو بتاعنا يبقى كده، وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. واستنوني في وصفة جديدة وطبخة جديدة من مطبخنا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.